الله يا الله، الله يا من وهبت لي عقلا، الله يا من كلفتني عدلا. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم وعليكم السلام. ما أحدث عن الفطرة عن شخص عايش بالعراق. إذا كان هذا الشخص العايش بالعراق من ضمن عياله، يعني أنت تنفق عليه مصرف عليه، فيجب. وأما إذا لم يكن من ضمن عيالك تتبرع عنه، فما يصح التبرع، ما يصح التبرع عنه، يجب هو من يخرج عن نفسه. زكاة الفطرة يقول: لي أموال في العراق، هل يمكن إخراجها من تلك الأموال؟ لي عائلة في العراق، هل أخرج عني وعنهم في هذا البلد أو العكس؟ إذا عندك أموال بالعراق أو أي مكان بالعالم وتريد تخرج من عندها، يجوز أن تخرج من عندها وقيمة سعر مكان الإخراج، يعني مو بلد التكليف، بلد مكان الإخراج. هذا بالنسبة لسؤالك الأول. عائلتك الموجودة بالعراق إذا كان عائلة بمعنى الكلمة، يعني أنت معين بهم، متكفل بأمورهم، فيجب عليك أن تخرج عنهم زكاة الفطرة. مين تخرج عنهم زكاة الفطرة؟ تخرج عنهم زكاة الفطرة إذا صارت تخرجها من أموالك وأنت نام، فتخرجها بالدولار الاسترالي مو العكس. وعليك إن شاء الله يمي. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا أفطرت يوم واحد، فهل أستطيع الصيام مباشرة بعد العيد بيوم أو لا يجوز لي حتى ينتهي العيد؟ لا، العيد هو إحنا عندنا يوم واحد بس. العرف سوى 3 أيام، عطلة عيد الفطر، 4 أيام عيد الأضحى، العرف والحكومات وإلى آخره. بس الوارد بالروايات والفقهاء يفتون بما أنه العيد عادة ودائما يكون به شك، فالروايات واردة مستحب الإنسان يصوم 6 أيام من شوال، يفصل بيناتهم يومين، يوم العيد مع العيد وراء يومين، يفصل بيناتهم يومين ثم يبدي يصوم 6 أيام من شوال. هذا الوارد استحبابه يذكر الفقهاء في موسوعاتهم الفقهية. فأنت لو تعمل بهذا الاستحباب، بإمكانك أن تقضي صيامك الفاتك في شهر رمضان. يقول: هاي كلها أسئلة أمس. يقول: لي مقبرة في وادي السلام، حفرتها بنفسي لبناء لحدي، وأثناء الحفر انكشف القبر المجاور وكان لامرأة حديثة الموت، انهال تراب قبرها في حفرتي، وكان ذات لون معين شديد الجسومة. أغلقت القبر في الجص أو بالجص، ولارتباكي لم أرجع التراب، وضعت قسما منه على سطح القبر
إذا لم يكن هو نفس القول فعل، المحرم هو نفس القول، نفس القول يعني فعل قصدي. أما أنت الله في عمرك جاي تحفر القبر مالتك حتى تسوي اللحد مالتك بإيدك، وهذا القبر اليمك كان رخو مو قوي فانفتح على الحفرة مالتك، هذا مو بسببك، يعني مو أنت رايح متعمد ومتقصد على تنبش قبر الآخرين، قبر الأموات حتى يكون به حر، فأنت سويته ورديته إلى آخره. نعم بعض الفقهاء يقولون القبر بما أنه هو ترابه وإلى آخره حاليا يملك سواء كان للميت أو إلى آخره، فهذا التراب ملك إله، فكان إذا أنت هذا التراب رجعت على القبر أدخلت بالقبر، المهم ما استفاديت من عنده، هذا المقصود، ما استفاديت من عنده، ماكو عليك شيء بهذا المقدار. أيضا من أسئلة أمس يقول أنا قسمت مجبور، شنو حكمه أو شنو حكمي؟ يعني إذا تقصد قسمت مجبور يعني حلفت مجبور، يعني مجبور شنو معنى مجبور؟ مجبور يعني مشتف، أنا أقصد معناه الفقهي بيهلي مشتف ويغصبوك إذا ما تحلف سوي بك الأمر الفلاني، مكره مجبر، تبيني إذا هكذا فلان، إذا هكذا، أما إذا خجلان سميت روحك مجبور، خجلان تبيني جريت وحلفت أو شيء من هذا القبيل وأنت قاصد للحلف، فذاك ينعقد اليمين بهذا المقدار. أما إذا ما كنت قاصد لليمين نهائيا ولا كنت ملتفت إليه، فأيضا الفقهاء يحتاطون، يقولون إذا كان لديك والد فليبطل يمينك حتى تخرج من شبهة شنو انعقاد اليمين بهذا المقدار. ما ينعقد اليمين إلا بالله سبحانه وتعالى، ما ينعقد اليمين إلا بالله سبحانه وتعالى بالقرآن وبالمعصومين سلام الله عليهم أجمعين. حتى ما ينعقد اليمين عند بعض الفقهاء بالصفات الإلهية، يعني يقول والرزاق وكذا، يقولون إلا بهذه أحرف القسم وتكون محمولة يعني متعلقة دائما بالاسم المجتمع لصفات الجمال والجلال لله سبحانه وتعالى، وهي كلمة الله لفظ الجلالة، فبهذا المقدار يتم اليمين، وإن كان بعض يقول لا حتى لا الصفات. يقول قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أن ليلة القدر ليلة واحدة، ولكن بسبب اختلاف الأفق تصبح ليلتين، فعندما نحيي ليلة القدر هنا في استراليا تبدأ ليلة أخرى في بلاد أخرى كالعراق مثلا، أرجاء توضيح ذلك مع جزيل الشكر. هذا البحث طرقوه للفقهاء يعني حتى المفسرين أيضا لبحثوا هذا الموضوع، بينوا بمختلفين. صاحب الأمثل عند رأي سيد الطباطبائي أيضا رحمه الله في ميزانه عند رأي بهذا الموضوع، خلاص البحث شوية ويطول. السيد الخوي أيضا يستدل بليلة القدر على ثبوت الهلال في بحث بالهلال. المهم أنا أجيب لكم مختصر مالته حتى ندخل البحث استدلالي. لا، هي الليلة واحدة، لكن بما أن للقمر مشارق ومغارب، فالمشارق والمغارب مختلفة. الليل عند الله واحد، بس بما أن حالة الكرة الأرضية كروية والقمر يصير عنده من خلال دوران الليل هاي 24 ساعة، يصير عنده مشارق ومغارب
كل هذول يصير عندهم افق 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 افق، وكل واحد من عندهم يصير عنده يعني مثلا ندي هكذا تفهم لك الفكره. احنا يصير عندنا خميس، الجماعه يصير عندهم جمعه، اللي وراهم يصير عندهم السبت، اللي وراهم يصير عندهم الاحد، وهكذا. فمعناته مو ليله واحده، مو ليله واحده. اجوا البحث رتبوا من هذا الترتيب. الظاهر من عنده الكلام هو كلام اجتهادي، يعني مو كلام نصوص شرعيه. النصوص الشرعيه اللي يستفيد من عندها الفقيه من هاي الروايات الوارده يستفيد شيء واحد: ليلة القدر عند الله سبحانه وتعالى واحدة، بمعنى ليلة نزول القرآن. تعددها، ذلك يمكن أخذ الإنسان هنا وأريد أختم بها حتى ما أتوسع. تعددها على حسب الآفاق، مو معناته هنا صارت ليلة القدر 19 مثلا 21 23 وأمضي وصار من القضاء المبرم الذي لا يرد ولا يبدل، وهناك اللي هم افقهم يختلف عن افقنا، لا عندهم فسحه ومجال والى اخره، واساسا قدر موجود عندهم. يعني انا ادرس بياني حاصل، خليني اوضح لك بعباره شوي اوضح. شوف، ليله القدر، هذا الكلام بالتحديث اوضح. ليله القدر عند الله معلومه واحده، كونها معلومة واحدة ما ينافي، نعم، ما ينافي انه ابو الشرق عنده ليلة ابو الغرب عنده ليلة ثانية. يعني كونها واحدة عند الله تعدد الآفاق يصير بتعدد أحكام. الهلال واحد، الهلال اثنين لو واحد لو لا واحد، وهذا واحد يشك به. الهلال واحد، لكن بما ان الارض كرويه تفهمني، فيصير هنا ظهور ويصير هنا ما عنده ظهور. ولكن هذا الاختلاف مو معناته ان الهلال شنو صار؟ متعدد. واضح؟ فمعناته هو الهلال واحد. هذه الرأي السيد يدخل منها من خلال هذا الرأي من روايات ليلة القدر الواحدة وإلى آخره، يستدل يقول كل مكان ثبت فيه الهلال يثبت بغير مكان إذا اتفقنا بجزء بسيط من الليل. تفهمي؟ يستدل بما أنه هي ليلة واحدة، لكن بما نحن عايشين في كوكب، هذا الكوكب كروي مدور منتبه ويفتار، فيصير عنده مشارق ومغارب متعددة. انتبهي؟ وهذا مو معناته هو ما طالع الهلال، لا طالع الهلال، مو معناته ما طالع، انتبهي؟ بس احنا انتبهي ما شفنا لكروية الارض. واضح؟ فاذا هو هذا يستدلون به على انه هو واحد عند الله مو متعدد حتى يتعدد به شنو؟ الحكم. انا اللي عايش في القطب، انت اللي عايش في القطب الفلاني، انا اكون تابع علمه الى مصداق كون حاليا ليل لو مو ليل. ان كان ليل صار ليله قدر، ان كان نهار صار مو ليله قدر. هذا الحكم حكم ثاني يعرف من طبيعه كرويه الارض الصوت. اذا الله وفقنا ما قدرت اوضح الفكره لو لا. يقول: هل يجوز السماع لصوت الملاية وخاصة طور أهل الجنوب العراق، خاصة وهو مصحوب بالشجون والبكاء وعمق المعنى، أقصد بين الزوجتين الصوت النسائي. يجوز السماع بهذا الصوت بدون شهوة وريبة. بدون شهوة وريبة، يعني أنا تعديت من مكان مسجد، حسينية، بيت، موكب إلى آخره، وحاطي إلى النساء، وأكو من الله ناس سماعة وجاي يعني تقرأ وتعقد على الحسين صلوات الله عليه. أنا لازم أخلي جسمه أسد إذاني، لا يجوز السماع. نعم لو كان أسمع بنية التلذذ والشهوة حرام،
وماذا بعد ليالي القدر؟ مشكلة. أنا كنت يوم أفكر خلصت ليالي القدر، كل واحد يعرف بحاله من غيره ويدري مين بدأ وين انتهى، ويعلم مقدار الحركة الظاهرية اللي صدرت من عنده، يعني أقصد الإحياء، الطاعة، العبادة إلى آخره. لكن العمق اللي كان موجود فيه، العمق اللي كان موجود فيه، الروح اللي كان موجود فيه، المعنى اللي كان موجود فيه، المعرفة اللي كانت موجودة فيه. معظم الناس، يعني أحد الإخوان نقل، يعني كنا في مكان نقل، قال لي أكو طفل صغير كان ليلة أمس يصلي الصلاة 100 ركعة، يصلي 10 قل هو الله أحد أو بعيد واحد، أمر حسن وجيد ويدخل السرور. إذا هذا الفعل حتى الطفل الصغير بإمكانه يسويه، إذا ما يجلس صلاة 100 ركعة بعد ما صار بها التماس، يعني حتى الطفل الصغير الممكن يصلي. امتيازها صلاة 100 ركعة الإحياء إلى آخره مو بالظاهر، مو بالشكل، بقدر ما امتيازها بالمعنى. أحدهم دز مسج قال ادعي لي بكمال العقل من إخوان في ليل أمس بالليل. أنا حقيقة استوقفتني، هواي مسجات جتي، بس هذا المسج استوقفني، يسألون الدعاء استوقفني كثيرا، وظليت صافٍ عند هذا الإنسان أنه يسأل الله تمام العقل. العقل للإنسان، أنا كمان مرة حكينا هذا الموضوع، العقل ما عبد به الرحمن شنو؟ بعد كلمة ورا أحسنت. إذا العقل هو اللي يكون الإنسان يعرف حقيقة الحركة، حقيقة الهدف اللي هو سائر نحو ما بعد ليلة القدر. هو أنه أنا أعرف مين بديت وين انطلقت، وأعلم إيش قد عندي مستوى من الإمام صلوات الله عليه، مو عندي عشم وكرم بجوده قد أحسنت عليه 3 ليالي بأمه الزهراء بآبائه الطاهرين، حملت القرآن على رأسي، توجهت له صلوات الله عليه. بهذا المقدار أنا وغيري متساوون، ماكو فرق بيننا. المشكلة تكمن أنه أنا خطيت خطوة نحو رضاه صلوات الله عليه. هذا هو المقياس. فلو هذا المقياس تحقق تيقن أنه الجائزة في أول شوال موجودة. أما لو هذا المقدار ما تحقق فتيقن أنه لا توجد جائزة في أول شوال. سؤال يسأل يقول: هل هناك دعاء مر عن أمير المؤمنين عليه السلام اسمه صنمي قريش، وما إذا صحت هذا الدعاء؟ نعم، هذا الدعاء مر عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومذكور في كتب الأدعية لمشايخنا أصحاب الدعاء القدامى، العلامة المجلسي ذكر في البحار في زاد المعاد، والشيخ الطوسي المقري ينسب إلى أنه في النسخ القديمة من مصباح المجتهد أو المتهجد، منتبه، يذكر هذا الدعاء يذكر مثالب واللعن علم على الظالمين الأول والثاني والثالث واثنتيهما، ويذكر هذه التفاصيل ومنزلتهم المنحطة أقصد عند الله سبحانه وتعالى. صحة الدعاء عادة احنا بالأدعية ندور سند، عادة فقهاءنا بالأدعية ما يدورون سند إذا كان المؤدى يتوافق مع العقائد اللي هي احنا معتقدين بها. نعم، لو كان المؤدى ما يتوافق ويا العقائد أنا بروح ندور السند. أما الكلام هو الكلام صحيح، هذا المقدار ماكو به إشكال.
أنا بس أنا وقتي تقريبا انتهى تقريبا، بس أريد آخذ شيء من عندكم. يعني هاي الأيام اعطوني منها شوية آخذ وقت أكثر لسبب بسيط، لأنه أسئلة شرعية، لأن المسؤولية بيها أكثر، ولأنه الإخوان يوم أو يومين ينزلوها على الإنترنت، فصار اتصالات أنه أنت قلت في المكان الفلاني فلان شيء، أنت قلت في المكان الفلاني فلان شيء، وأنا أوضح للإخوان أنه أنا جاي أجاوب رؤوس أقلام، وإلا لو كان أريد أجاوب كما ينبغي يجب أنه أكتفي بسؤالين حتى أعطيهم حق. المهم أبين مطلبين. مطلب بالنسبة أنا ضربت مثل، قلت أنا من هولندا على الدجاج المذبوح اللي نسأل عليه هذا السؤال أمس أنه المكان إلى خلية أم لا، فضربت مثل قلت أنا من هولندا والدجاج في هولندا موجود مكتوب عليه ذبح على طريقة الإسلام. هذه الكتابة ما إنها قيمة لأنه البلد شنو؟ غير إسلام. نفس الدجاج هنا كلام، نفس الدجاج موجود في بلدي العراق، يجوز يعني. أنا أقصد من نفس عقلية بالغ الذهن أنه نفس الكرتون جبناه خليناه نفسه جاي نستخدمه، بمجرد ما اشتغل ريحة العراق صار وحده. لا مو هذا المقصود. مقصودي نفس الشركة، تفهمي؟ هاي الشركة استورد من عندها مسلم في بلاد المسلمين، رتب عليها علامات الحلية، علامات التذكية، شنو؟ صار يطبخ من عندها ويبيع، تفهمي؟ صار يطبخ من عندها، يعني نفس الشركة الهولندية. أنا ما عندي علم عنها شيء أنه هي تذبح حرام أو لا، لكن كنت أمتنع عنها لأن ما عندي يقين، وأنا في هولندا بس مكتوب على الكرتون ذبح على الطريقة الإسلامية. واضح؟ واضح؟ هاي الشركة صارت تصدر إلى شركة الكفيل بالعراق، هاي الشركة صارت تصدر إلى شركة الوكيل بالعراق، هاي الشركة صارت تصدر إلى شركة الثقلين بالعراق، وإلى نور الهدى، وهكذا هاي الشركات. تبي نفس بما أنه رتب عليه أحكام الحلية، أنا بعد مو أروح أبحث وراء. ليش؟ لأنه في بلاد المسلمين، المسلم اللي أنا مشتري من عنده أطمئن إلى أنه يدور التزكية، أنا ذاك بعد ما بداعي للسؤال والاستفسار. هذا معنى كلام. بالنسبة للموضوع الأخير، بالنسبة للصلاة 100 ركعة اللي كانت من أعمال ليلة القدر، اتصلوا بي واليوم بعض الإخوان قالوا احنا سمعنا شيخ طلع على العراقية ويقول هذه الصلاة نقل عن السيد الفلاني المرجع الفلاني المرجع الفلاني بالشكل اللي احنا شيخنا كنا نصليه، يعني بدل ما نصلي 100 ركعة نصلي 6 أيام شنو؟ قضاء. فنقل عنهم، أنا أجزم أقول هذا النقل مو صحيح، يعني مجرد ما سألت أنا رجعت المواقع اللي قالوا لي بيها ما لقيت فيها هذا الشيء، بل لقيت فيها العكس. ثم نضيف عليه أساساً ما ممكن شخص بإمكانه يغير مؤدى رواية واردة في موضوع إلى شيء آخر. الناس اللي تصلي شكلية، أكو ناس يقول صلي 100 ركعة، الله سبحانه وتعالى بما أنه هي ليلة قدر والعمل مضروب في ألف، بالكتب والعمل مضروب في ألف، فخلاص أنت صلي هاي الصلاة يوم واحد يعادل شكله 1000 يوم، وهذا أهميته. هذا كلام باطل. البعض يقول لا أنت صلي 100 ركعة بنية القضاء، أنا هذا اللي كنت أتكلم عنه، صلي بنية القضاء تكون مجزية عن هذه الصلاة الواردة عن المعصومين. لا، هاي الصلاة ما تكون يعني هاي الصلاة، لأن هاي الصلاة بها حدود وشروط وثواب مترتب عليها، هي ما مترتب على صلاة القضاء. هذا اللي حبيت أبين
لانك مشغوله واريد اصلي 6 ايام بس مو بديل عن شكو بيده صلي 100 وصلي 6 قضاء، صلي 7، صلي شهر. اما مو هذا، مو تقول انا صليت 100 تروح سويت صبح وسويت ظهر وسويت عصر وسويت مغرب وسويت عشاء. تفهم؟ نعم اكو استفتاء لقيت عند السيد يقول حتى مدوخ، حتى مدوخ. تفهم؟ فصلي ها كثر مثل صلاه الصبح، ثم تصلي 4 تفصل بينات بسلامه. تفهمي؟ ويصير عندك ترتيب 17 ركعه باليوم، كملت 17 وهكذا 17 في 6 انت مصلي حتى اكثر من 100 شوي. تفهمي؟ واضح انتين؟ اي نعم زين. يقول انت مصلي حتى اكثر، ها حتى انت مدوخ، مو معناته